أكتر فريق عربي وأفريقي حصل على فلوس في كأس العالم للأندية 2025. رقم واحد الهلال السعودي حصل على 21 مليون دولار. 2 تعادل وفوز ب4 مليون دولار. 7.5 تخطي دور المجموعات. 9.5 مشاركة في كأس العالم للأندية. القيمة السوقية للهلال السعودي 155 مليون دولار. رقم 2 فريق سان داونز حقق 12.5 مليون دولار. فوز وتعادل في دور المجموعات ب3 مليون دولار. 9.5 مشاركة، يبقى كده 12.5 مليون دولار. القيمة السوقية 35 مليون دولار. رقم 3 الأهلي المصري حصل على 11.5 مليون دولار. 2 مليون دولار من 2 تعادل و9.5 مليون دولار من المشاركة. القيمة السوقية للأهلي المصري 50 مليون دولار. رقم 4 نادي الترجي التونسي حصل على 11.5 مليون دولار. 2 مليون دولار من فوز وحيد في المجموعة و9.5 مليون دولار من المشاركة. طب تعال نتكلم على القيمة السوقية لنادي الترجي التونسي 21 مليون دولار. رقم 5 العين الإماراتي حقق 11.5 مليون دولار مكسب في كأس العالم للأندية. 9.5 من المشاركة و2 مليون دولار من الفوز على نادي الوداد. نادي العين الإماراتي عايز يرتب أوراقه، عشان كده مش هينفع 11 هدف في ماتشين فقط. القيمة السوقية للعين الإماراتي 47 مليون دولار. رقم 6 الوداد المغربي و500 علامة استفهام. كل اللي حققه هو المشاركة ب9.5 مليون دولار، ولا كسب ولا ماتش ولا تعادل ولا ماتش. خسارة 3 مباريات. بس مش مشكلة، نقطة من أول السطر. عايز أقولك القيمة السوقية للوداد 17 مليون دولار. بصراحة تجربة جديدة، وكويس اللي احنا عرفنا مستوانا. إن شاء الله 2029 نرجع أحسن من الأول لو كنا عايشين.